اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه في كل وقت وحين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. اسمك كريم ايه؟ نبيه عيسى براضي. ايه؟ نبيه عيسى براضي. اهلا وسهلا. واسمك كريم ايه؟ عبد اللطيف عبد الله الشيخ. اهلا وسهلا. اهلا بيك. طبعا الحاج نبيل كان جالي هنا من 20 يوم عشان البروستاتا. دي التحليل بتاعه. هات الاسم الاول فوق اهوت. ده السونار كلام سليم. بص يا دكتورك، طبعا النتيجه هتعرف تجيب النتيجه. ايوه. وصوروا لنا النتيجه كده. 65 كانت 125. كانت 120 كانت 120 كانت 120 اه بقت 65 بقت يعني 50% نزلت. نزلت. طيب انت الجلسه خدت منك، انا خدت منك معاك جلسه في قد ايه؟ حوالي نص دقيقة. كم؟ نص دقيقة تقريبا. طب علي صوتك شويه. نص دقيقة. نص دقيقه. البروستاتا. اه تعالى كده. طبعا تضخم البروستاتا هو بشهادته هو الحاج نبيل راضي، طبعا اخو استاذ الدكتور يحيى راضي، ده اشهر دكتور يمكن له بعتقد نظام في محافظه البحيره. عظام في حوض البحيره. فالنتيجه طبعا بهر المجتمع هناك. في نص دقيقه بالظبط كانت البروستاتا نزلت من 120 ل 65. البول بقى ما عادش بيقطع، ما عادش في حرقان، ما عادش في مشاكل بفضل المولى عز وجل. كان يدخل حمام كل 5 ساعات. كان كل ساعتين والله. كان كل ساعتين. كان كل ده كان بيدخل كل تعالى ساعتين. هنا. كان بيدخل كل ساعتين. كان بيدخل كل ساعتين، حاليا الحمد لله كل 5 ساعات. طيب. يعني بالليل بيصحى مره واحده بس الحمد يدخل لله. الحمام. طبعا الحمد ده لله. بفضل الله. المجهود الزايد والصحيان على طول بيأثر على القلب ويعمل إرهاق ويعمل عدم تركيز، وممكن يشتم وممكن يتعصب بسبب قلة النوم.